جدًا ليكم. الحمد لله الفترة الأخيرة جماهير الأهلي والإسماعيلي كُلّه يعني على السوشيال ميديا كُلّه بيشكّر في بعضه، وكُلّه يعني الحمد لله الروح الرياضية بتاعته عالية أوي، أوي. نصيحة يعني يا جماهير الأهلي وجماهير الإسماعيلي والله العظيم ما حد هينفعكم في الآخرة. يعني مثلًا المشاكل اللي بيننا وإن إحنا مثلًا يقول علينا يهود وإحنا نقول عليهم مانجا ونتريق عليهم ونشتم فيهم، ما حدش هينفع التاني لمّا يموت. يعني إحنا مسلمين وكُلّنا مصريين، إحنا لو قامت حرب كُلّنا هنكون في إيد بعض وبنحارب وهنكون إيد واحدة، فما لهاش لازمة إن إحنا نهين بعض ونشتم بعض. فيا رب الروح الرياضية ديًّا تفضل بيننا وبين الإسماعيلي وبين الزمالك وحتى جمهور المصري البورسعيدي. إحنا كُلّنا يا جماعة في الآخر مصريين. لعيب الكورة اللي إحنا بنشتم بعضنا عشانه ده والله العظيم لو واحد فيكم راح قال له أنا محتاج منك 10 جنيه ما هيدّيها له. يعني إحنا بنشتم بعض وبنهين بعض عشان خاطر لعيبة الكورة بتروح وتيجي عايشين في فيلا القصور. وأنت لو أنت كجماهير أهلي أو إسماعيلي رُحت للعيب ده اللي أنت بفلوس ممكن تخسر صاحبك عشان قُلت له محتاج حاجة ما هيديهالكش. قليل أوي، أوي لو في لعيبة عندها يعني روح رياضية. فبجد أنا باتمنى يعني إن هي تكون يعني عودة حميدة بين جمهور عظيم زي جمهور الإسماعيلي وجمهور زي الأهلي يرجعوا كده حبايب وإخوات. إحنا مناقشة في كرة القدم عادي طبيعية، بس ما حدش يهين التاني. ما حدش إنه الأهلي يروح الإسماعيلية عادي، أنتم تيجوا عندنا عادي، نشاركوا فوق الراس. هي دي الكورة يا جماعة. الكورة ما هياش محتاجة إن إحنا نخسر بعض. إحنا متجوزين من الإسماعيلية والإسماعيلية متجوزين مننا وكلنا في بعض. فالكورة ما تخليناش نخسر بعض. جماهير الأهلي والإسماعيلي والزمالك والمصري وكلنا إخوات. لو ايدي في ايد اخويا ابن امي وابويا انا اشيل عنه